النهارده جايب بعض الأرقام والإحصائيات من دور المجموعات في أولمبياد باريس، لأن ظهر كلام كتير. ده أسطورة، وانتوا ازاي تتكلموا على الأسطورة والراجل ده يتقارن بالكبير أبو تريكة، الأسطورة الحقيقية. يعني أسطورة ها وأسطورة ها. تعالى النهارده نبدأ بمعدل التقييم. معدل تقييم من سوفا سكور. عمر فايد واحمد نبيل كوكا في المركز ال 12. عمر فايد في المركز الخامس تقريبا، واحمد نبيل كوكا. الاهداف: هدافين منتخب مصر: ابراهيم عادل. ابراهيم عادل، لو انت لاعب اسطوره وجامد اكيد هتجيب اهداف. طيب، تمريرات حاسمه. تمريرات حاسمه قايمه 12 واحد ما فيهاش لاعب من منتخب مصر. اهداف من ركلات حره. الاساطير فعلا بتجيب اهداف من ركلات حره. لا يوجد غير لاعب واحد في منتخب امريكا. اجمالي التسديدات في كل مباراة، حتى لو انت لا مؤاخذة لاعب عويل هتسدد كل مباراة مش اقل من 5 6 تسديدات. مفيش. طيب، اللي بعده التسديدات على المرمى. على المرمى في كل مباراة. رقم المركز السادس احمد نبيل كوكا ب1 و5، وابراهيم عادل ب1 و3 فقط. فرص كبيرة مهدورة. فرص كبيرة مهدورة. إبراهيم عادل المركز الثاني ب2 فقط. أحمد نبيل كوكا في المركز ال 12 ب1 فقط. فرص كبيرة صنعت. ولا لاعب من منتخب مصر. ولا لاعب من منتخب مصر في القايمة. التمريرات الصحيحة في كل مباراة، ودي حاجة بتدل إن اللاعب بيمرر صح ولا لأ، مش موجودة برضو فيها من لاعبين منتخب مصر. خلق فرص. خلق فرص في كل مباراة. خلق فرص زي ما انتم شايفين، ولا لاعب من منتخب مصر. الكرات الطويلة الدقيقة دي مهمة جدا في الخط الخلفي، وكلها مدافعين زي ما انتم شايفين، كلها مدافعين. ولا لاعب من منتخب مصر. انا معاك. طيب، اللعيبة المهارية اللي احنا عمالين نقول ده مهاري ده مهاري ده مهاري، المراوغات الناجحة في كل مباراة. ولا لاعب من منتخب مصر. خسارة الاستحواذ، ودي بتدل ان اللاعب مسك الكرة كتير جدا جدا وفقد الاستحواذ. طبيعي انه يفقده لانه مسك الكرة كتير. ولا لاعب من منتخب مصر. الحراس: الاقل استقبال للاهداف طبعا حمزة علاء في المركز الرابع. طبعا حمزة علاء. شباك نظيفة في المركز الثاني حمزة علاء، ما دخلش ولا هدف مباراتين. التصديات في كل مباراة دي بقى كبيرة قوي. حمزة علاء في المركز العاشر، يعني حمزة علاء موجود في كل ارقام واحصائيات الحراس. فانت يا عزيزي اختار اسطورتك بعناية.